تخيل أن تموت فلا يمشي في جنازتك أحد، ولا يصلي عليك جار ولا صديق، بل يحملك ابنك وحيدا ليدفنك في رمال الصحراء لأن الجميع كرهك. هذا ما حدث تماما مع بطل قصتنا اليوم، لكن النهاية ستبكيك وتجعلك تعيد النظر في كرم الله. كان هناك رجل سيء الطباع قاسي القلب حتى ضاقت به قلوب أهل قريته، وعندما فاضت روحه إلى بارئها لم يخرج معه إلا ابنه. حمله الابن بقلب مكسور وسار به وسط صمت الصحراء القاتل ليخفي جسد أبيه تحت التراب. وفي طريق الحزن ظهر أعرابي بسيط يرعى غنمه. سأل بذهول: يا بني، أين الناس؟ ولماذا تدفن أباك وحدك؟ لم يطق الابن أن يفضح ستر أبيه، فنكس رأسه وصمت. فهم الأعرابي بذكاء الصحراء أن في الأمر سرا، فتقدم بصمت ساعده في الدفن، ثم رفع يديه إلى السماء وهمس بدعوات لم يسمعها أحد ورحل. عاد الابن لبيته، غلبه البكاء حتى نام، وفي المنام رأى والده، لكنه لم يكن الرجل السيء الذي يعرفه، بل كان ضاحكا مستبشرا يتقلب في نعيم الفردوس الأعلى. سأله الابن بذهول: يا أبي، كيف وصلت لهذه المنزلة؟ أجاب الأب: يا بني، هي بركة دعاء الأعرابي. هرع الابن في الفجر يبحث عن الأعرابي، وجده وقال له: سألتك بالله، ماذا قلت لربي؟ ابتسم الأعرابي ببساطة وقال: يا بني، قلت: اللهم إني كريم، إذا جاءني ضيف أكرمته، وهذا عبدك ضيفك، وأنت أكرم الأكرمين. دعاء الغيب هو خفي الأثر عظيم القدر، لا تدري من يسخره الله لك في لحظاتك الأخيرة. اللهم سخر لنا من يدعو لنا بصدق حين نرحل. إذا أعجبتك القصة شاركها، لعلها تكون تذكرة لشخص يحتاجها، ولا تنسى الاشتراك لتسمع قصصا تقربك من الله.